انتبه، هتحرق الرسيفر بتاعك وانت مش واخد بالك. تعال اقول لك، تعال لف كولكتور. تمام. السلك دولت لسه حارقين الرسيفر دلوقتي، والله رحت غيرت وجيت. ازاي سيادتك؟ السلك نازل من فوق اهو، تعالى انا اوريك. السلك نازل من فوق، انت مش واخد بالك، حطيت الاثنين دولت مع بعض، الكهرباء مع الارض والارض مع الكهرباء، ورحت حاطط فيهم صامولة الدش او لف كولكتور زي ما احنا بنقول، ولفيت كله كده مع بعضيه في الكهرباء في الارض دي. ودي طويله قد كده، ما ينفعش يا جماعه، يا جماعه احنا قلنا 100 مره ده هيحرق الرسيفر. واجي دلوقتي اروح مركب في الرسيفر، الرسيفر عمل قفله، التيونر دخلت عليه كهرباء زياده، حرقت الجهاز. ارمي الجهاز يا اما تصلح. هقول لك تعملها ازاي، تعالى لو سمعنا الصلاه على النبي. بس قبل ما اقول لك، انزل على القناه، اعمل اشتراك، واعمل لي تعليق بالصلاه على النبي، وتابعني عشان ان شاء الله مش هتخسر والله العظيم. السلك لو كده بلف على بعضيه، انا هعمل ايه؟ هرجع الشعر ده لوحديه لورا، والنحاسه البيضه دي هتبقى في الغلاف بتاعها زي كده بالظبط. واضح قدامكم ولا مش واضح؟ اهو. هيبقى دي بعيده عن دي، واخليها لورا خالص كده. ده اقرب حاجه انا بعملها لكم يعني، عشان خاطر تبقوا واخدين بالكم. والله انا واخد برده بس بحاول اشرح لكم، لان الفيديو ده كان مهم جدا ان انا اعمله، لاني والله اتحرق الرسيفر بيه ولسه دلوقتي بركبه وجاي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما خلصنا دي وظبطناها كده، ده لوحدي ده لوحدي، هنروح مركبين الليف كوليكتور. بصوا كده اهو، سهله جدا. قرب اهي، حط ليف كوليكتور زي ما انتم شايفين اهي، مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى بلاقي ناس عامله دي نص متر. ايه يا جماعه في ايه؟ بلاقي الناس مطلعه دي قد كده لقدام، هي هتبقى على وش الصاموله، على وش صاموله الدش كده بالظبط اهي. يعني عايزه تبقى قد كده، وتجيب مقص، تجيب قصافه، تجيب اي حاجه وتروح قصصها، هتبقى على كده بالظبط، وتلف كولكتور. لو عجبك الفيديو انزل على القناه، اعمل لي اشتراك، واعمل لي متابعه، اعمل لي تعليق بالصلاه على النبي، وسمعنا الصلاه على النبي.